السر اللي يخليك تبيع بنسبة 60% زيادة في المبيعات عن طريق الإيميلات. في كتير من الشركات بيكون عندها قاعدة عملاء كويسة، بس مبيعاتهم بتمشي ببطء جدا. شركة زي انتيريور، وهي من أكبر محلات الألعاب في بريطانيا، قدرت تزود نسبة العملاء بتوعها اللي بيرجعوا يشتروا منها بنسبة 60% عن طريق حملة إيميل بسيطة ومتركزة. النهاردة هكشف لكم السر اللي وراها. الزيادة دي باستخدام الإيميلات مش بس قدرت إنها تفرق معاهم، لأ، قدرت تحول شغلهم 180 درجة. هقول لك ازاي. اول حاجه، اجمع البيانات وسوق بناء عليه اللي اشترى لعبه امتى وازاي واشتراها ليه. وزعوا العملاء على شرايح سيجمنتس بحسب حجم الشرايح وتكرارهم، يعني عملوا شريحه اطفال، شريحه الاولياء والامور، المبتدئين، شريحه الاعضاء الفي اي بي. ارسل ايميلات مخصصه لكل شريحه بدل ما يبعتوا ايميل عام للجميع. شريحه بيبعتوا ايميل بيحكي عن العاب مناسبه ليهم وكل فئه بالظبط. مثال، ولي الامر اللي اشترى اول لعبه لطفله قبل شهر جاله ايميل بعنوان أجدد لعبة مغامرات لعيلتك الصغيرة مع عرض خصم خاص. استخدم السلوك الأفضل كتريجر. أي عميل دخل كذا مرة صفحة منتج معين ومكملش الشراء بيتابعوه بإيميل تاني، في مراجعات إيجابية وأسئلة شائعة وكوبون خصم صغير. الفكرة إنك تتواصل في اللحظة الصح، إنك بتسهل عليك قرار الشراء. رابع حاجة، جرب وقيس النتائج. كل أسبوع راقب نسبة الفتح open rate والنقر CTR والتحويل conversion. عدل العناوين والعروض والصور بحيث بالتفاعل، وكل تغيير بسيط ممكن يرفع المبيعات. السر الحقيقي هو التخصص واللحظة الصح. لما تبعت ايميلات بناء على سلوك العميل واحتياجه، مش محتاج تصرف كتير على الاعلان، وهتشوف زيادة فعلية في المبيعات. هتجرب الخطوات دي وهتلاقي مبيعاتك بتزيد بنسبة 60% او اكتر بسبب الايميلات. لو عجبك الفيديو واستفدت، دوس لايك وشير واشترك في القناة وشاركنا في الكومنتات تجربتك مع حملات الايميلات المدروسة. لو مهتم بالنوع ده من المحتوى اكتب لي في التعليقات. بس كده، سلام.